بسم الله الرحمن الرحيم. تحية كبيرة للبي بي سي اللي ليها عليها جمايل ما تتعدش، ويسعدني إن أول فيديو أسجله في حياتي عن طريق الويب كام يكون للبي بي سي. بالنسبة للسؤال الأولاني، ما الذي يحتاجه الرياضيون العرب الذين يتحدون الإعاقة لتحقيق مزيد من الإنجازات؟ هم محتاجين دعم الحكومات ودعم الإعلام في بلدانهم. دعم الحكومات دعم مادي، ودعم الإعلام في بلدانهم الإعلام يقع على عاتقه إعادة تشكيل الوعي، وخصوصا أن الدول العربية بصفة عامة ودول الربيع العربي بصفة خاصة بتعيش عصر من إعادة تشكيل الوعي فيما بعد الثورات. بالنسبة للسؤال الثاني، هل تتوقع تغيرا في سياسة الحكومات العربية تجاه رياضة المعاقين؟ مؤكد. مادام هم اللي بيحققوا إنجازات كتير، ومادام يعني ممارستهم أو ألعابهم أو إنجازاتهم ما بيصحبهاش صخب كتير أو تكاليف كتير أو مشاكل كتير زي الكورة مثلا، واحنا طبعا عايشين المشاكل بتاعت الألتراس، مؤكد إن هم هياخدوا حقهم في يوم من الأيام. من صار على الضرب وصل. بالنسبة للسؤال الثالث، لماذا فقط إنجازات المعاقين إنجازات الأصحاء؟ ده شيء متوقع وده شيء مش مستغرب خالص، وخصوصا بالنسبة لمتابع الشأن الرياضي في الدول العربية. أي أولمبياد أو أي دورة بحر متوسط معروف إن المعاقين بيحققوا فيها إنجازات أضعاف الأصحاء، واللي ما يعرفش كده يراجع سجلات دورات البحر المتوسط اللي فاتت كلها في تاريخها، ويراجع دورات الأولمبياد في تاريخها، هيلاقي إن المعاقين بيحققوا إنجازات أضعاف مش أضعاف واحدة، لا أضعاف الأصحاء. دي حاجة معروفة، والسؤال ده المفروض ما كانش يتسأل أساسا يعني. بالنسبة للسؤال الرابع، هل تساهم مثل هذه الدورات في تغيير النظرة؟ هل تساهم هذه الدورات في تغيير النظرة إلى المعاقين؟ مؤكد. مادام هم اللي بيحققوا إنجازات ومادام هم اللي بيجيبوا نتائج، فمن المؤكد إن هم هياخدوا حقهم في يوم من الأيام. من صار على الضرب وصل. المهم إن الإعلام يقوم بدوره في إن هو يوعي المشاهدين ويوعي الناس ويشكل الرأي العام من أول وجديد تجاه المعاقين، ويعرفهم إن الناس دي ناس ناجحة بحق. وشكرا.